وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيؤويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني. قناه اسمها افكار ام جنى. اهم حاجه اوعي تنسي لو انت لسه جديد على القناه وما اشتركتيش انزلي اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. هنعمل مع بعض الكريب البيتي، الكريب بتاع المحلات واحلى كمان. هنعمله مع بعض من الالف للياء وهنحط كمان فيه شويه مكونات كده. عيش الكريب اهو، رحت جبت الكريب نفسه من المحل، ما بيبقاش طعمه زي بتاع البيت خالص خالص خالص، لا بيبقى طعمه حلو جدا جدا. كفايه النظافه، كفايه انت عامل الحاجه ازاي، كفايه. بصوا انا هقول لكم على حاجه، في حاجات انا لما بجيبها من بره او بدوقها بلاقي فيه زي رمل، فيه زي زلط، يعني ما عادش حد عنده ضمير خالص. الناس بقت بتعمل اي حاجه وربنا يتولاها. تسالني تقول لي مثلا يا ام جنى هي البيضه اللي انت حطيتها دي مش تخلي الكريب زفر او طعمه وحش؟ عايزه اقول لها لا اطلاقا، ما بتبانش خالص في عجينه الكريب. كل اللي هي بتعمله بتدي تماسك بس للخليط بتاع الكريب. هنا كمان 4 معالق من الزيت النباتي. وبعد كده ما خدت ال4 معالق انا بقى ايه هقلبهم كده مع بعض واركنهم على جنب. وهنجيب كده بقى المواد الجافه، عباره عن ايه؟ عباره عن كيلو دقيق يكون منخول. كل ما تنخليه كل هيطلع معاكي العيش الكريب حلو وطعمه جميل، وهيطلع معاكي ان شاء الله قابب كده وزي العسل زي ما انتوا هتشوفوا ايه في الفيديو بتاعنا. وعندي كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر عشان يخليه خفيف. يعني البيكنج باودر لازمته ان هو بيديله ايه زي خفيه كده، الرغيف بتاعنا خفيف مش تقيل. وكمان عندنا معلقه كبيره من الخل. هنا بقى كنت مشغله الموبايل ومقايده الكشاف، بصراحه ما كانتش واضحه عشان يعني الاضاءه هنا عند اختي الاضاءه واطيه شويه فما كانش باين حاجه. تمام. هنا نزلت بكيس فانيليا برضو عشان يخلي ايه ريحته حلوه وطعمه جميل. في ناس هتقول لي طب ما انت بتعملي، هو انت دلوقتي بتعملي الكريب حلو عشان تحطي عليه فانيليا؟ اطلاقا لا، عادي. انت الفانيليا بنحطها في اي حاجه عشان بس تدي ايه ريحه حلوه بس مش اكتر من كده. لما بنزل بقى كميه الدقيق بقلب، كل ما نزل بقلب عشان اشوف هو هيعوز دي ولا لا. بس هو إيه زي ما انا بقول لكم الكميه دي خدت معايا كيلو من الدقيق وخدت معايا كمان نص كوبايه من الميه. تمام. يعني عشان لو حد سأل مثلا هي خدت معايا قد ايه، يعتبر خدت معايا 3 اكواب من الميه. نزلت بقى بقيه الدقيق وهبتدي ان انا اقلب خالص لحد الدقيق بتاعي يختفي خالص ما يكونش له اثر. طب هنا يا ام جنى لو لقينا الدقيق لسه تقيل شويه هنزود ميه. هنا خدت نص كوبايه الميه اللي انا بقول لكم عليها، يعني خدت معايا 3 اكواب من الميه. ببتدي ان انا اقلب خالص خالص لحد ما اخلي الدقيق يفك معايا. وبعد ما فك هروح اجيب ايه بقى، هروح اجيب مصفى، تجيبي منخل اي حاجه متوفره عندك وابتدي ان انت انخلي. هنا شايفين ولا في تخريزات ولا في تكتلات، نزل عامل زي الكريمي. هنا بقى هبتدي ان انا اصفيه برده زياده ايه تاكيد. هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي. عايزه اقول لكم ان المصفى دي وانا عماله اصفي جالي شلل منها، كانت بتصفي بالعافيه. دلوقتي هتشوفوا بنفسكم. يعني انا بصراحه وانا بقلب كده بالمضرب كانت بتنزل اللي هو خليط الكريب بينزل بصعوبه. قمت رايحه موقفه الفيديو قلت لحد ما اخلص خليط الكريب كله وبعد كده ايه ارجع لكم. بعد كده ما خلاص شايفين الجمال والحلاوه، شايفين. هركنه بقى كده على جنب باي فوطه عندك نظيفه لمده 5 دقايق. بعد كده بعد ما عدى كده 5 دقايق تيفال وبدات ان انا ادهنها كده ماده دهنيه واسيبها لحد ما تسخن. وبعد ما سخنت معايا جبت بقى كده كرنيب من اللهم صل على النبي من عجينه الكريب وبدات ان انا اوزعها كده في الجناب. بس لازم توزعها على طول عشان ما تمسكش في حته واحده ولازم تكون الطاسه سخنه. هنا بقى بدات ان انا كل شويه اعلي النار وهدي، اعلي النار وهدي. كل ما احس ان خلاص ان
العيش بتاعي او الخليط ده عامل ساب كده من الجناب، بدات ان انا اوطي بقى عشان ياخد لون كده من تحت اهو. بسم الله، بدات ان انا كده اشيله، اتشال معايا بكل سهوله. هي ممكن تكون اول واحده تكون صعبه معاكم، تطلع مره معوجه، تطلع مره مش مظبوطه، عادي، اول واحده يعني ايه، يا صابت يا خابت. تمام. بدات بقى دي تاني واحده، بدات برضو ان انا ادهنها بالمنديل اول صينيه، وبدات ان انا انزل كده بكنيب من الكريب، وبدات ان انا اوزع كده في الصينيه، والصينيه تكون سخنه يا جماعه. وبعد كده نزلته على النار، كل شويه اقلب الصينيه وانا معليه النار، اقلب الصينيه وانا معليه النار، لحد ما الاقي ان الخليط بتاع الكريب بتاعي اختفى خالص، يعني ما عادش موجود البياض ده. وبعد كده بقوم ايه بقى مهديه النار. شايفين بقى الفقاعات دي؟ شايفين الجمال دي؟ كده تعرفك ان الخليط او العيش بتاع الكريب ارتاح، وهيطلع معاكي كده ناجح جميل. اديت سرعه الفيديو عشان اوريكم العيش بتاعنا عمال يقب كده ويطلع لفوق. خلاص بقى بعد كده ما قب معانا كده، عرفتني ان العجينه بتاعه الكريب ناجحه او ارتاحت، وان شاء الله يطلع معاك عيش الكريب تحفه جدا جدا، وهتعمليه على طول في البيت وهتعتمديه. هنا خليته كده من فوق ومن تحت واخد لون حلو. تجيبي فوطه عندك وبعد كده بتحطيه كده فوق الفوطه، وبعد كده بتغطيه عشان يطلع معاكي طري كده وملبلب، وهتشوفوه دلوقتي. هنا بقى اخر واحده كده عملتها ولقيتها بقى منفوخه كده وقبه زي العسل، حبيت ان انا كمان اصورها لكم. شايفين بقى الجمال؟ شايفين بقى الحلاوه؟ ايه العسل دي؟ طب اعرف ازاي بقى ان هو فصل من الصينيه؟ لما تيجي كده تحركي الصينيه وتلاقي الرغيف بيتحرك معاكي، يبقى هو كده فصل من الصينيه، وتقدري ان انت تقلبيه. اللمه التانيه بتقلب معاكي بكل سهوله، بس اهم حاجه ما تستعجليش عليه. شايفين الجمال؟ شايفين العسل؟ خلصت الكميه كلها، غطيتها في فوطه عشان يفضل معايا لحد اخر واحد طري. هنا عمل معايا اللهم صل على النبي 14 من الرغيف بتاع الكريب. شايفين بقى الجمال؟ والرغيف كبير ازاي ويملى العين. الحلاوه دي. هنا بقى رغيف كده عايش من الكريب، وبدات ان انا اتنيه او اقفله، وبعد ما تنيته اهو اتفرد معايا، ولا اتقطع ولا فرول ولا اي حاجه. وهنا برضو قلت اما اعصره كمان قدامكم، شايفين بعصره برضو يفضل مفرود ولا مقرمش ولا اي حاجه خالص. هنا برضو اخر واحده قلت بقى هجربها كمان ايه معاكم بالمره. شايفين ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ عيش سوري رقاق. لا لا لا، ده كده كتير يا ام جنى. الحاجات الحلوه الناجحه اللي انت بتعملها لنا دي كده كتير. هغطيه بقى. هنا عندي الحشو، عندي الحشو بتاع الكريب، عندي فراخ بانيه، وعندي شاورما. قبل كده عملت معاكم البانيه، وقبل كده عملت معاكم الشاورما على البيتزا، فما حبيتش ان انا اعملها معاكم عشان الوقت الفيديو ما يطولش. ومعانا كمان بطاطس، اكيد البطاطس مش عايزه عمايل. هنا جبت صينيه عندي، وبعد ما سخنت نزلت كده بعيش الكريب، ابتدي ان انا انزل بالجبن، وبعد كده ايه اللحوم. الحاجه ممكن تعملي لحمه معصجه، كفته، اي حشو تفضليه. ممكن كمان تعملي ايه بالكريب. ان انا حبيت اعمل النهارده ميكس فراخ، ممكن تعملي بانيه بس، ممكن تعملي كفته، ممكن تعملي لحمه معصجه، اي حاجه تفضليه. بس عايزه اقول لكم الاتنين كانوا على بعض، كانوا في منتهى الجمال، كان خطير جدا جدا جدا. يعني عايزه اقول لكم ان الفيديو ده يعني مصوراه من اسبوع كده ولا اسبوعين، فنزلته بقى ايه النهارده قبل ما الحاجه تغلى. قلنا الحمد لله احنا عملنا ايه الكريب ده، وعملت الفيديو ده قبل الغلا. انا مش عارفه ان العالم كله زينا كده، ان الحاجه غاليه، ولا في مصر بس. الاسعار نار نار نار. تمشي في اي حته يجي يقولك ان الاسعار رفعت، الواحد ما عادش عارف يعمل ايه، وربنا يلطف كده ويمكن الحاجه تنزل تاني. الواحد بيجي يقول ايه، يمكن حاجه تنزل تاني، هي رفعت وهترجع تنزل تاني، بس اكيد اما الحاجه تغلى ما بتنزلش تاني. لدرجه ان الفراخ عندنا ب70 جنيه، ازازه الزيت الحلوه اللي كانت ب30 جنيه بقت ب55. حتى كمان العدس مش عارفه الربع كان الكيلو كان بكام، دلوقتي الكيلو ب45 جنيه. ربنا يلطف بينا كده ويعدي السنه دي على خير. والله الواحد زعلان جدا، ربنا يكون في عون الناس كلها بصراحه. ما احناش عارفين نعمل ايه، وداخل رمضان كمان، ربنا يسترها يا رب. بيقعد مع نفسه يجي يقول الفرخه اللي كنا بنجيب فرختين ب100 جنيه، دلوقتي عشان تروحي تجيبي فرخه بس 2 كيلو ولا 2 كيلو ونص بتعدل 150. وكمان السمك اللي كنا بنجيبه ب30 جنيه، القليه كان ب30، دلوقتي القليه ب50 جنيه او ب45 جنيه. وكمان الصغير اللي هو الشبار دلوقتي عندنا كان الاول ب15 جنيه، دلوقتي بقى ب25 جنيه. الواحد والله العظيم يعني مش عارفه هي الدنيا واخدانا على فين. والله العظيم الواحد ما عارف الدنيا واخدانا على فين. عايزه
اقول لكم ان اختي نزلت كده من يومين 3، نزلت عشان تجيب فراخ، لقت الفراخ ب55 جنيه. فقلت لها طيب حلو، ياك ما تغلاش اكتر من كده. فبعدها بيومين لقت الفراخ اللي كانت شارياها لقتها ب70 جنيه. قلت لها مش عارفه تجيبي؟ تقول لي ما انا مش عارفه ان هي هتغلى اكتر كمان من كده. قلت لها لا خدي من دي كتير. فالحمد لله. الواحد بيفضل يقول ايه هي ب70، اياك تفضل واقفه ل70، اياك تفضل واقفه ل70. يعني الواحد بقى بيسمع حاجات على الفيس وتريقه على الفراخ، على الجناحه، لا نجيب جناحه احسن، لا نجيب هيكل احسن، عشان بقى الفرخه بقت غاليه. الفرخه اللي كنا بنجيبها رخيصه دلوقتي ممكن كده نجيب الفرخه ونتصور جنبها من كتر غلوها. ربنا يسترها. خلصنا بقى كده وصفتنا النهارده الغدا بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. عايزه اقول لكم ان انا دخلت المطبخ عشان اعمل الكريب من الساعه 2، طلعت اذان العشاء. بصراحه هو كان طعمه حلو قوي قوي فوق الوصف، بس عيبه بقى ان لازم تعملي، لو هتعملي الكريب اعملي عشاء الكريب قبلها بيوم عشان تكوني مرتاح. لكن انا بصراحه كنت تعبت جدا. دي بقى كان تاني يوم بالليل، قلنا بقى نعمل كده حاجه حلوه. هنعمل مع بعض البسبوسه. اول حاجه هبتدي بها الشربات. عندي كوبايه ونص من السكر، عليها كوبايه ونص من الميه، بس انا هعمل كيسين، هيكون 3 ميه و3 سكر على النار. وبعد ما غلي معايا هنزل بقى بكيس من الفانيليا ونص معلقه صغيره من السمنه، وعندي كمان عصره من الليمون. اهم حاجه ما تكتريش في الليمون عشان بيغير طعم البسبوسه. طب السمنه ليه بحطها؟ عشان بتدي لمعه حلوه جدا للبسبوسه. هنا عندي 4 معالق من السمنه، انا عشان هعمل كيسين فهاخد منهم 4 معالق. نار كده لحد ما يسيحوا. قلت لحد ما يسيحوا بقى نجيب اكياس البسبوسه. اكياس البسبوسه دي اسمها مس كريمه، وحشه جدا جدا جدا. ما انصحش اي حد يجرب البسبوسه دي، خصوصا لو اي حد عنده الاكياس دي. وحشه يا جماعه، ما تجيبهاش، لان لقيت فيها حاجات يعني الناس اللي اصلا صنعه والناس اللي معبيه البسبوسه دي وحشه وحشه، ما عندهمش ضمير. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيعمل في عمله وما بيخلصش فيه بصراحه. يعني ده اللي انا اقدر اقوله. هنا بقى بعد ما السمنه بتاعتي ساحت، واقول لكم ايه اللي انا لقيته فيه او ايه العيب اللي موجود في البسبوسه دي عشان ما تجيبهاش. السمنه ساحت كده وسبتها تبرد. عندي بقى لبن، ببتدي ان انا انزل كده اللبن واحده واحده. بعد ما خلطتهم كده كويس هنزل بقى ايه، اللهم صل على النبي، بكياس البسبوسه اهو. ده اول واحد، وهنزل كمان بالتاني. تمام، خلاص كده زي العسل كده زي السكر. هنا بقى ابتدي بقى ان انا اخد بقى المكونات كده مع بعض، ابتدي ان انا اقلب فيها. اهم حاجه وانت بتقلبي قلب بالراحه. بقى كده كنت هنسى البيكنج باودر، بس الحمد لله ما نسيتهوش. هجيب بقى كده كيس بيكنج باودر، هاخد منه معلقتين صغيرين. لو هتعملي صينيه وهتعملي كيس واحد هتاخدي منه معلقه صغيره بس من بيكنج باودر، ما تكتريش عشان ما تنفش معاكي. خلاص كده تمام. ابتدي بقى ان انا اقلب. هنا بقى لقيتها عايزه بقى لبن، هبتدي ان انا ازود لها لحد ما الاقي الخليط او البسبوسه بتاعتي ولا تقيله ولا هي خفيفه ولا هي مرقه ولا هي يابسه. شلت بقى المعلقه خالص وبدات ان انا اعمل بايدي، مش بعجن يا جماعه، ده بطراطيف صوابع بس بقلب. لو انت عجنتي هتنشف معاكي وتعضم معاكي في الفرن. خلاص كده. طب هنا بقى خدت معايا قد ايه؟ خدت كوبايه من اللبن. لو مش متوفر عندك لبن، بصي يا حبيبتي، انت ممكن تجيبي ايه، تجيبي علبه كبيره من الزبادي اللي هي كانت الاول ب5، مش عارفه دلوقتي بكام، وتجيبي كمان علبه صغيره وتحطهم على بعض. تمام. هنا بقى خلاص كده والخليط بتاعي جاهز، او عجينه البسبوسه جاهزه. هجيب صينيه مدهونه، عندي ماده دهنيه، والفرن يكون والع على درجه 80، وابتدي ان انا انزل بخليط البسبوسه او عجينه البسبوسه. هنا بقى ممكن تقدري ان انت تكبري الصينيه شويه لو مش عايزاها تخينه. انا كنت عايزه البسبوسه بتاعتنا تكون حلوه، الحته ماليه العين، وتكون كمان تخينه شويه. زي ما انا بقول لك، لو مش عايزاها تخينه ممكن تكبري الصينيه شويه، دي حسب رغبتك انت واللي ترتاحي فيه. ان انا كده اوزع البسبوسه كده بايدي في قلب الصينيه اهو زي ما انتم شايفين كده. بعد كده ما فردتها هروح اعمل ايه بقى، هروح كده هبل ايدي كده من الحنفيه، دوب بس بلت ايدي كده حاجه بسيطه. وبعد كده بدات ان انا ايه افرد. طب ليه بتعملي الخطوه دي؟ عشان تخلي البسبوسه سطحها ناعم. لما سويتها هقوم رايحه بقى واخداها كده على البلاط، وهبداها كده هبدتين في الارض عشان لو في فراغات، وادخلها بقى الفرن لمده 25 دقيقه. وبعد ما تطلع اوريكم شكلها. وهي اول ما طلعت كده يا جماعه وهي سخنه ننزل بالشربات. لازم الشربات يكون بارد والبسبوسه سخنه. احنا عارفين الحاجات دي لازم البسبوسه تكون سخنه. طول ما هي بقى وانت بتنزلي كده بالشربات وعماله تشرب معاكي البسبوسه، يبقى هي كده البسبوسه معاكي 10/10 وناجحه معاكي 100%. شايفين بقى شربت خالص كده؟ شايفين الجمال؟ لو انت اول مره تعملي البسبوسه او عملتها قبل كده وفشلت معاكي، اعمليها على طريقه افكار ام جنى وان شاء الله هتنجح معاكي. معلش بقى من الخبط اللي انتوا سامعينه ده صوت الغساله، فما لقيتش اوضه اهدى
احلى من دي غير ان انا اخشها عشان ايه؟ صوت العيال. دخلت الاوضه صوت العيال باين. هنا كنت بشوفها لقيتها طريه، قلت بقى ايه كده اغطيها لحد ما تبرد خالص عشان اما نقطعها تتقطع معانا بكل سهوله ما تتهريش. اعرفي كيكه بسبوسه سيبها لحد ما تبرد براحتها عشان اما تيجي تقطعها تتقطع معاكي بكل سهوله، او ما تيجي تشيلها من الصينيه ما تتفتفتش منك او تتهري. خلاص كده بقى مقطعتها بالطول، هقوم رايحه بقى ايه مقطعاها كده ايه بالعرض. عايزه تخلي الحته صغيره، عايزه تخلي الحته كبيره براحتك انت. فكل ما تكون صغير العيل ياخد قطمه 2 ما تترميش تمام، او يسيبها في الطبق. احنا كلنا عارفين يعني ايه بيحصل الحاجات دي. لو الحته كبيره العيل ممكن ياكل منها قطمتين ويرميها في الطبق، وممكن ما حدش ياكل ايه تاني وراه. خلاص بقى بدات اشيلها زي ما انتم شايفين بتشيل معايا كده بكل سهوله، ولا بتتهري ولا اي حاجه عشان سبتها تبرد براحتها. هنا العيال كانت مستعجله وعايزه تدوق بقى، بيقولوا الريحه ايه فظيعه والطعم تحفه. فدت لهم كده حتتين على جنب، وقلت بقى اطلع كده حته عشان اوريها لكم. ايه بقى يا ام جنى الغلطه اللي انت بتقولي عليها، وايه المشكله اللي انت عماله تتكلمي عليها في البسبوسه دي؟ البسبوسه دي عايزه اقول لكم لقيت فيها رمل، لقيت فيها حاجات مش حلوه. انا باكلها ما كنتش عارفه اكلها، الطعم حلو بس طعمها وانت تاكلي كده تحسي بخرشه، تحسي بتكه تحت اسنانك. انا صح انا لقيت فيها رمل، ورمل كتير يعني مش حاجات بسيطه لا كتير. كل ما تاكلي كل ما تحسي بالرمل تحت بقك، وكان بيعمل سناني جدا. هنا بقى حبيت ان انا اوريها لكم قد ايه مرمله، قد ايه جميله ومتماسكه وحلوه. كنت بوريكم قد ايه ان هي شربت الشربات كله. وكله يجرب طريقه البسبوسه دي وان شاء الله هتيجي تعجبكم جدا. بس بلاش الاكياس، يعني الطريقه مش على طريقتي بس بلاش الاكياس دي. ولو حد جرب الاكياس وطلع فيها لعب يكتب لي في الكومنتات. ودي كان فيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكل جديد مني. دمتم في رعايه الله وحفظ الله. سلام.